عاملين ايه يا حبايبي؟ يرجيكوا اللي بيحصل فيا ده. بصوا منظر المطبخ، مصدقوا اللي انا تعبانه شويه. عايزه اقول لكم لقيت المطبخ مقلوب بالمنظر ده. طبعا انا ما بعرفش اقعد كده حتى لو انا تعبانه، والله بحاول اجي على نفسي عشان ما بعرفش اتعايش بالمطبخ ده. بصوا هنا انا كنت زوجي كان جايب لي الصابون ده، انا دايما بستخدم فيفا. فهو راح بقى جاب المره دي، كان خلص عندي فلقى النوع ده اللي هو روز جاردن. باخد رأيكم فيه، يا ريت اللي جربه ويقولي. هو ده 6 لتر، عامل 175. وفيبا ده كان 3 لتر، عامل 150. فهو حب يجرب ده وقال لي الكمية اكبر وكده واوفر. فياريت اللي جربه يقولي. هو انا ايه قلت اجربه معاكم. هو القوام بتاعه يعني تقيل الى حد ما، وريحته تمام، هو بالليمون. بس انا لسه مش عارفه عنه اي حاجه، فيا ريت كل حبايبي واخواتي اللي جربوا يكتب لي في التعليقات ويقول لي ايه رايه فيه، وهل اجيبه على طول واستغنى عن فيبا ولا ارجع لفيبا تاني. تمام. انا حبيت ايه اشارككم في التجربه بتاعتي. قلت بقى ايه اقوم كده، لان انا من النوع اللي انا لو فضلت قاعده او نايمه وانا تعبانه التعب بيزيد عليا اكتر. فقلت لا اقوم كده واتشجع، لان طبعا انتوا عارفين الولاد في ايام امتحانات واستحالة يقفوا يعملوا حاجة. دي الصينية اللي انا كنت عاملة فيها البيتزا السريعة الصبح، اللي ما شافش الفيديو يخش يشوفه. كان حلو قوي، كانت تحفة بصراحة، وسريعة ما خدتش مني وقت. الصواني دي يا جماعة هي كده، يعني دي سيجون. انا كنت جايباها للكحك والبسكوت وكده، بتبقى حلوة قوي في الخبيز، البيتزات العيش بلحمة. فهي اللون بتاعها كده مهما انضف، يعني انا بص بدعكها قدامكم بالسلك وكده. بس هي كده، يعني هي ما هي اللون بتاعها بيثبت على كده. تمام. فاللي يشوفها يحس ان هي مش نظيفة، لكن هي بتبقى زي الفل، بتبقى شمعة. بس هو اللون بتاعها كده، بس بصراحة بتبقى حلوة قوي، انجاز في الفرن. ومش بيلزق فيها المخبوزات يعني الى حد ما يعني. تمام. بس فاللي حابب يجربها يجربها، هي ايه حلوة. انا جايبة منهم اتنين بس، الكبيرة دي وواحدة اقل كمان. كنت غسلتها بقى وقلت ايه اشطب المطبخ واحدة واحدة كده، لان محدش طبعا انتوا عارفين يعني لازم الواحد هو اللي يقوم بنفسه ينظف الحاجات. مع ان اليوم ده كنا الغدا بتاعنا كان خفيف. محمود والله لما لقاني تعبانة وكده قال لي لا ايه نجيبه بطيخ بقى وجبنة. كنت عاملة عنه برضو شورتس كده، اللي حابب يدخل يشوف احلى اكلة، والله بتبقى خفيفة كده وترطب على القلب. ف وسهلة ما بتقفيش، وخصوصا لو انتي تعبانة. فدي في بند التعبانين. بنحطها في بند التعبانين. هي السمك الشوي، الحاجات الخفيفة دي اللي مش بتوقفك في المطبخ. ف وكان جنبها جبنة بيضة بقى ومش تركي، اللي حبايبي اكيد عارفينه. بصوا بذر البطيخ ده اوعي ترميه في الحوض، لان هيسدلك الحوض، لازم ترميه في الباسكت. وانا والله يا جماعه عايزه اجيب باسكت اللي هو بيتعلق في الدولاب ده، بحس ان انا مش كل شويه اروح. هو اي نعم المطبخ صغير، بس كل شويه اروح عشان ايه لو حبيت ارمي حاجه اروح، لازم امشي يعني شويه عشان ارميها. فعايزه اجيب باسكت اللي هو بيتعلق في الدولاب ده، يبقى احسن لي. عايزه بقى، انا هنا كنت خلصت المواعين الحمد لله ومليت الازايز. عايزه افضي الصابون في اي حاجه، لان طبعا يعني الجيركن كبير قوي على ايدي، تقيل ما شاء الله يعني كبير. فلقيت الازازه دي كان ملمع خشب، فاضت من عندي غسلتها كده وقلت احط. بص هو قوامه تقيل يعني، هو بينزل بالعافيه، بس طبعا الازازه شفافه انا ما شفتش اللي هي اتملت. فمش مشكله بقى، مع اني كنت عايزه افضي الكوبايه دي، بس قلت ايه خلاص مش مشكله افضي في الكوبايه لحد ايه ما اخلصها، وبعد كده لان انا لو فضلت بالجيركن مش هقدر اشيله كل مرين. فدي تبقى جنب مني كده، اللي انا ايه اسحب منها لحد ما تخلص، لحد ما اشوف له ازازه كويسه. بصوا هو تقيل على فكره، يعني انا عشان اغسل الحاجات اللي فيه دي عاد يعني شطفته كتير قوي. فهو القوام بتاعه هو تقيل. بس حته بقى بينضف، لا هو انا غسلت بيه، بس طبعا يعني مش هعرف من اول مره. تمام. هنا بقى طبعا لازم اصبن الرخامة كده بتاعتي، امسح واصبن عشان اقعد في نظافة. لكن انتي لو تعبانة والمطبخ بالذات يا جماعة، لو المطبخ متكركب انسي، مش هتعرفي، هتحسي نفسيا كده مش احسن حاجة.
اتمنى من حبايبي واخواتي اللي بيشوفوني وما مش بيشتركوا يشتركوا في القناة كده ويدعموني عشان نكبر سوا مع بعض. والله يا جماعة انا بتعب جدا في الفيديوهات دي، يعني انا تعبانة وقلت برضو اشارككم معايا عشان موضوع الصابون ده كنت حابة ان انا اخد رأيكم فيه، لان انا بعتبر ان احنا عيلة واحدة. فاتمنى من كل حبايبي اللي هم يكتبوا لي في التعليقات يشتركوا يفرحوني بكومنت حلو كده. هنا الحمد لله كنت خلصت. بصوا بوريكم. بصوا يا جماعه انا دهنت الحاجات دي اسود، يعني انا عامله عليها فيديو لسه ما نزلتهوش قبل وبعد. غيرت لي المطبخ خالص بصراحه، يعني حسيت ان هي بقت احلى. كانت الاول استانلس، قلت اعمل لنفسي بقى ايه كوبايه ينسون كده، لان انا ما كنتش قادره بصراحه. والدور اللي ماشي ده هو السخونيه وتكسير في الجسم، فالحمد لله يعني على كل حال. فقلت اشرب حاجه سخنه، مشروب سخن كده بعد ما اخلص بقى، وخصوصا اليانسون بيهدي الاعصاب. بس كده يا حبايبي يكون الفيديو بتاعي خلص. متنسوش بقى الاشتراك في القناه واللايك والشير.